يعني ايه اصلا هدف بقى؟ ايوه قول له بقى. الهدف ده ليه شويه حاجات كده، خصائص كتير قوي، فهم 5 مهمين انا شايفهم. مفيش حاجه اسمها ابدا انا نفسي اجيب عربيه، ده مش هدف، ده حاجه كده في المطلق. لازم يبقى الهدف اول حاجه منه ان هو يبقى محدد. يعني ايه؟ يعني هنجيب عربيه مرسيدس سي 180 موديل 2015. تاني حاجة لازم الهدف يبقى قابل للقياس، عارف تقيسه بكام العربية دي، ب100,000 ولا بمليون ولا ب2، فلازم يبقى قابل للقياس. تالت حاجة هنجيبها امتى حضرتك؟ يبقى لازم الهدف يبقى ليه مدة. يبقى انا هجيب عربية مرسيدس سي 180 2015 تمنها مليون جنيه السنة الجاية، فإذا كده انا عندي هدف محدد قابل للقياس وليه مدة. لازم يبقى واقعي. يعني انا راكب 128 اجيب مرسيدس، فلازم يبقى واقعي. ممكن نحلم، ده يبقى اسمه حلم ما اسموش هدف. في فرق بين ان انت تحلم وفي فرق بين ان انت يبقى عندك هدف. احلم بقى ان انت تجيب لامبورجيني عادي جدا، انا معاك في نفس الطريق على فكره. الحاجه الاخيره بقى اللي انا لسه قايلها، في تشالنج. لو فلوس العربيه والقسط بتاعها ده انت تقدر تدفعه بكره الصبح وما عندكش اي كوميتمنت في حياتك زياده، ده مش هدف. فلازم الهدف يبقى محدد، واقعي، قابل للقياس، ليه مده، في تشالنج. يعني ايه يا ابن الايه؟ في تحدي. لو انت عندك ال5 خصائص دول في اي هدف في الدنيا كده انت عندك هدف. اخر حاجه هقولها، اي هدف في الدنيا ليه الخصائص دي مش مكتوب، ده بلح. فعندك اهدافك لازم تبقى مكتوبه عشان تعرف تبص لها، تعرف تشوف حققتها ما حققتهاش، تجري وراها، تحققها، تشتغل عليها، تموت نفسك، كده بقى اسمه هدف. سلام عليكم.